هي الدنيا عباره عن قطبين، بوزيتيف ونيجاتيف، وبينهم اللي هو اللي يبقى نيجاتيف قوي 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 مم. لحد لما يحصل اللي هو الاعتدال. للاعتدال، وبعدين يبتدي يبقى بوزيتيف قوي لحد لما فانت المفروض في حبه صغيرين قوي بوزيتيف وليهم اتباع اللي هم، وفي حبه قليلين قوي نيجاتيف، دول هم الليدرز. فاهم؟ اوكي. يعني لو في واحد نيجاتيف ليدر اللي هم طبعا. الاشرار، طبعا. واخد بالك، وهتلاقيه اللي هو زعيم عصابة. وفي واحد بوزيتيف برضه هو هيبقى ليدر، دول هم الليدرز. اللي بينهم دول تابعين. مم. ف طب يا سيدي لو انت مهتم بابنك او بنتك، حاول تخليه يبقى ليدر. يعني استثمر فيه ان هو يبقى ليدر، صح. استثمر فيه ان هو يبقى قائد. صح. واختار بقى ما بين ان هو يبقى قائد سيء يعني ما فيش قائد سيء، في يبقى بوس، يعني يبقى اه. يعني يقولوا عليه في الكبير ليدر بتاعه. وفي بوسي. خد مم. بالك، البوسي ده اللي هو بيبقى ديكتاتور وبيبقى يعني يبقى جامد. فرد والليدر ده اللي هو تلاقي كل الناس حساب. بتعمله اللي هو عايزه بحب. هل الفن والدراما أثرت على تربية الأطفال أو تربية ده الجيل بلا شك الصغير؟ طبعا، ده بلا شك. باختلافها بقى، سواء بقى الجيل اللي عندكم اللي بيتفرج على نتفليكس أو الجيل اللي بيتفرج على التلفزيون. ده بلا شك. ما هو ده برضو من ضمن الحاجات اللي علشان كده بقول للأولياء الأمور لو سمحتوا استثمروا وقت طويل مع ولادكم، علشان هم عرضة لناس تانية هي اللي بتربي ولادكم. اللي بيتفرجوا عليه. بالظبط، بالظبط. فاستثمروا وقت مع الولاد، ما تلهلكمش الحياة ب بان كنتوا بتقولوا انا مش الجزء المادي بس هو اللي مطلوب منكم، ده اقل حاجة الجزء المادي. على فكرة انت لو استثمرت في ولادك وعلمتهم الاستغناء مم. هيطلعوا اغنياء. صح. ما هو الغني من استغنى، انت فاهم؟ فانت بالعكس انت بتربيه على ان هو يبقى طماع، عايز أكتر وتسميه يبقى طموح. وبنسميه بالظبط. طموح. فبالتالي وبتخليهم هم عرضة. طب ما هو انت هتلاحظها، هتلاقي الدراما السينما. والمنصات دلوقتي اللي هي بقت بلاتفورمز. سهله، وبقت سهله قوي ان هو يبقى مش على احنا على ايامنا ما كانش فيه غير القناه الاولى والقناه الثانيه كانوا بيوشوا الساعة 12 بالليل. بالظبط كده بالظبط كده، واخد بالك. فدلوقتي بقت الموضوع وانت مش هتعرف تعمل عليها كنترول موبايل يعني. في ايده وفي كل يعني حاجة. خلاص، يعني علشان ده على مستوى العالم يعني مش هتعرف تعمل عليهم كنترول، بس هتعرف تعمل الكنترول امتى؟ لو انت مليت وقتهم بوجودك. بالظبط كده. على فكرة بوجودك ده مش شرط انك انت تبقى قاعد لهم مع الناس. هتيجي تقول لك يا سيدي ما شغلي. انت قاعد رايق وقاعد اه. اهو مريح اهوت، وانت من معاك قرشين اه. حلوين فانت قاعد. وانت بايدك مش احنا شقيانين يا بيه. بالاطلاق. الوقت ده ان هم يكونوا عارفين ان هم بيلجأوا لك وانت متابع وشايف، فتبقى يا سيدي بالتليفون مم. تقعد يعني بص اصل ما فيش حد مشغول ال 24 ساعه مش لا قادر اكيد يعني مفيش كده. يعني مفيش كده يعني. ما هما يعني وبدليل ان يعني سواء كان الناس اللي يعني طب الناس اللي بقى اللي بتتابع شغلها اللي بيبقى عندهم شغل هنا وهنا وهنا وهنا، طب هما بيجيبوا وقت ازاي؟ صح. انت لما بتحب البني ادم لما بيحب يلاقي حاجه بيعملها يعني. فانت خصصوا وقت طويل مع ولادكم علشان هو ده اللي هيفرق.